بعنوان محبوبي لغير عروس. كتب كلماتها أبو علي صالح العمراني، يشرح قصته عن حبيبته الذي تعرف عليها في 28/10/2024، وتم عقد زواجها في تاريخ 19/8/2025. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها. أداء الشاعر أيمن هيثم. صالح قال يا أهل الهوى من يوصف لجرحي دوا، قلبي والفؤاد اكتوى نار الغلا يا بشر، من بعد الوفا والوعود أصابتني بسهم السطوط، خانت حبنا والعهود الحب احترق واندثر، قصة حبنا والغرام الجوال أول كلام نبل المحبة أيام طيب الوفا والأثر، حبي كان والله شديد كنت أرخص عروق الوريد، كلمته لي إني أراني حبتها وصون القدر، اتعرفت به قبل عام في عشقة وفا واحترام، وفي والوفا لي مقام استنظر قطوف الثمر، كنت أرقد على صوتها أصحى الصبح في وقتها، خانتني وانا صمتها سكنتها بالنظر، هبت لي جروح الغياب ووجع القسى والعذاب، وارت حبنا بالتراب في لحد الفراق اكتبر، جتني تعترف في وضوح فالشهر الذي بات روح، 9/5 جروح أعمت مهجتي والبصر. جتني تعترف في وضوح فالشهر الذي بات روح، 9/5 جروح أعمت مهجتي والبصر، قالت بعترف لك وأقول ما عد بالتلاقي وصول، ما به في قدرنا قبل أقول لك في المختصر، قلبي منكسر من زمان حبت شخص كان الأمان، لكن مات والحب هان والخاطر عليه انكسر. اي والله قلبي منكسر من زمان حب الشخص كان الأمان، لكن مات والحب هان الخاطر عليه انكسر، من بعد رأيت النكال وابن الخال جانا وقال يشكي قربنا والوصال، أني رافضة بالخبر بس أمي بموقف صعيب تجبرني بهذا النصيب، مغصوبة ودمعي سكايب واحلف لك بكل الصور، وتعرفت بك وانتسيت حزني والبكاء ذي بكيت، هذا السر ذي لخفاي يا صالح وهذا القدر، خوفي لأخسرك بس نهي لك سر قلبي دفاي، يا صالح حنيني حناني سامحني في ذاك النظر، تاريخ عقدنا والسرور اتحدد ظمات الشعور، يا صالح فراقك كسور ودعتك ودمعي مطر، قلتين القسم واليقين يا أمونتي والحنين، وين الوعد وين اليمين والله اني قلبي حجر، ليش تخفي على من هواش يا ويلاه معظم قساش، كذبة تحرميني لقاش تي مسكني والمقر، بشيع جروح الفؤاد واعلن في زفاف شحداد، واكتب مرثيات البعاد واتلحف ثياب السهر. اي والله بشيع جروح الفؤاد واعلن في زفاف شحداد، واكتب مرثيات البعاد اتلحف ثياب السهر، يا الكوشة وثوب العروس مالي جنب خلي جلوس، غيري شلها والنفوس طقت والفؤاد احتضر، بفتح صفحة الذكريات واكتب خلي اليوم مات، لله البقاء والحياة شمس الضياء والقمر، واصلي بمن قد هداك آخر قول واختم عساك، في من دموعي عزاك سعوامي أغلى بشر.